السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد لتعلم اللغة الإيطالية. درسنا اليوم إن شاء الله سنرى من خلاله مجموعة من الكلمات والجمل التي تستعمل يوميا. فعلى بركة الله، كيف نقول لا أفهم؟ بالنسبة لا هي أداة للنفي، يعني لا نيغاتسيوني. نقول non capisco non capisco. وفعل فهم هو فعل capire capire. non capisco. io non capisco. أنا لا أفهم. كيف نقول لماذا؟ لماذا تعني perché perché perché. كيف نقول بالإيطالية تصرفت هكذا؟ يعني أنت أو أنت بالنسبة للمخاطب. تصرفت أنت أو تصرفت أنت هكذا. جيد. ti sei comportato così بالنسبة للمذكر. بالنسبة للمؤنث سنقول ti sei comportata così. هكذا تعني così. إذا أردنا أن نقول لا أريد هي non voglio non voglio أن أعرف، يعني sapere perché si è comportato così، يعني لماذا هو تصرف هكذا. non voglio sapere perché. كيف نقول بينما؟ بينما تعني mentre 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 mentre. بالنسبة للخلالة تعني durante mentre. كيف نقول tutta المكرونة؟ المكرونة tutta تعني la pasta، تعني المكرونة la pasta. cuoce cuoce cuoce. المكرونة tutta la pasta cuoce cuoce. كيف نقول يجب؟ يجب يجب تعني bisogna 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 bisogna. كيف نقول مزجها أو أيضا خلطها؟ مزج أو خلطها. إذن هنا عندنا هاء للضمير الغائب، يعني هي مسكولارلا مسكولارلا. مسكولار هو فعل مزج أو فعل خلطة، وهذيك لا فهي تعوض هاء اللي هو ضمير الغائب المؤنث. إذا كان مذكر سنقول مسكولارلو. mentre la pasta cuoce bisogna mescolarla più volte يعني عدة مرات أو مرات عدة. mentre la pasta cuoce bisogna mescolarla più volte. كيف نقول لم يترك لي؟ non mi ha lasciato. il verbo lasciare هو فعل ترك، وهنا نتحدث عن الغائب، يعني هو. lui ha lasciato a me نقول non mi ha lasciato لم يترك لي. بالنسبة للوقت الكافي تعني abbastanza tempo abbastanza tempo، oppure il tempo sufficiente يعني وقت كافي. abbastanza tempo abbastanza tempo. كيف نقول لكي أجيب؟ لكي أجيب per rispondere. per هي لي rispondere. il verbo rispondere هو فعل أجاب per rispondere. لم أترك له يعني أنا لم أترك له non gli ho lasciato il tempo sufficiente per pensare. هذيك الي كتعود عن ضمير الغائب هو، يعني في الغائب non gli ho lasciato. lasciato كما قلنا فعل ترك. per pensare يعني لكي يفكر. كيف نقول لا نعرف؟ يعني هنا لا نعرف، نحن لا نعرف. non sappiamo non sappiamo. il verbo sapere هو فعل علم أو إذن عرف. non sappiamo io so
كيف نقول يخبئ لنا؟ يخبئ لنا. تشي ريزيرفا تشي ريزيرف، هذيك تشي تعود عن نحن الجماعة. تشي ريزيرف يعني النون الدالة عن الجمع. كيف نقول كلمة المستقبل بالإيطالية؟ نعم il futuro. il futuro. الماضي il passato والحاضر il presente. لا تعرف، أنت لا تعرف. non sai cosa ti riserva il futuro. non sai cosa ti riserva il futuro. كيف نقول أعطيني؟ أنت أعطيني أو أنت أعطيني. dammi. dammi الفيرب هو الفيرب داري أعطى. dammi وهذيك مي تعني يعني تعود بالنسبة لياء المتكلم. dammi tu dai a me، نقول dammi. كيف نقول رقم هاتفك؟ نعم il tuo numero di telefono. il tuo numero di telefono. il tuo numero di telefono. كيف نقول بالإيطالية لكي نبقى على اتصال أو أيضا على تواصل جيد؟ per rimanere in contatto. per rimanere in contatto، هذيك rimanere يعني نبقى. إذن dammi il tuo numero di telefono per rimanere in contatto. per rimanere in contatto. dammi. dammi. كيف نقول كلمة أحتاج؟ أحتاج ho bisogno. أنا أحتاج ho bisogno. أنت تحتاج hai bisogno. كيف نقول أن أتنفس أو للتنفس؟ نعم di respirare. الريسبير هو التنفس. di respirare. di respirare. di respirare. كيف نقول أنا أختنق؟ أختنق. أنا أختنق sto soffocando. sto soffocando. sto soffocando. sto soffocando. إذا أردنا أن نقول تحتاج إلى التنفس يعني هي تحتاج ha bisogno di respirare. sta soffocando. sta soffocando. lei ha bisogno di respirare. sta soffocando. بهذا كنكون وصلت لنهاية ديال الفيديو، ولكن قبل ما نختم بغيت نشكر جميع الإخوان والأخوات اللي سولوا عليا. شكرا لكم من القلب. شكرا أيضا لجميع الإخوان والأخوات اللي انضموا مؤخرا للقناة. ما تنسوش أيضا أنكم تبارطاجوا القناة مع الإخوان والأخوات المهتمين بتعلم اللغة الإيطالية. غادي نشرح لكم يعني بعجالة سبب الغياب ديالي لأسباب شخصية، ولكن السبب الرئيسي اللي كان هو أن القناة ما بقاش كتشاف بالطريقه المعتاده يعني. فكدير واحد المجهود كبير بزاف، والناس اللي عندهم كيديروا تعلم اللغه يعني بصفه عامه كيعرفوا الطريقه اللي كيخدموا بها، سواء انك تقلب على الجمل، انك تترجمهم ثم تدخل من المونتاج، كياخذ وقت كتير بزاف، على خلاف انك دير واحد الفلوق اللي يعني كتكون وقت قليل بزاف يعني ماشي بحال التعلم بصفه عامه. فهذا يعني من بين الاسباب اللي ما بقاش كتشجعني اني نلوح فيديوهات. كاين المشاهدات قليله بزاف مقارنه مع المجهود المبذول من خلال الفيديو. فرجاء بارطاجيو القناة مع الإخوان والأخوات المهتمين بتعلم اللغة الإيطالية. إذا التفاعل ديالكم ثم البارطاج ديالكم هو اللي كيساهم بواحد النسبة ديال 95% أو نقول 100% أن القناة تساير ثم ترجع للطريقة العادية. أنني لا بغيتوني نبقى معكم يعني نبقى نلوح لكم فيديوهات 3 أو 4 فيديوهات في خلال الأسبوع، فهذا متعلق بالتفاعل ديالكم. شكرا جميع الإخوان والأخوات، نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.